شو رايك يا دكتور؟ كلام كالديرون. كالديرون بيتكلم كلام فني جيد نفسيا للاعيبته، وبيحضر لاعيبته لما المدرب يستطيع عنده الثقه وعنده التواضع في حكى النتيجه انا 50 و50 50 و50 يعني يثبت انه لسه الفريق الاخر عنده الفرصه. هذا بينعكس على لعيبته لما في الشرح والتحضير للمباراه. اللاعب لو عارف انه القائد عنده والمدرب حقه عامل هم وعارف انه انا لسه ما تاهلت ولازم افوز في هذه المباراه واكون ادائي مميز، اللاعب حيطلع بنفسه. هو العكس صحيح. لو قلت لهم بسيطه لا انا اتوقع انه كالديرون بدا اشترى كالديرون يغرس في لعيبه الاتحاد شكله القياده داخل الملعب. وخلينا اقول شيء لان واحد اللي نضج فكريا وليس فنيا، فنيا عالي جدا محمد نور. محمد نور اصبح قائد او واحد من افضل الكباتن الموجودين في الكره السعوديه داخل الملعب. تعامله مع لعيبته، تعامله مع الاخرين، بدا يعرف كيفيه يحضر لعيبته. وانا مو اقول الشرميطي قال الكلام ده ما بين الشوطين ما حدث مباراه. الحماس اللي كان بيقول انا محمد نور كيف لازم نرجع وكيف نصلح نفسنا وفي هناك مسؤول حاضر الامير سلطان، كل دي قالها لاعب غير سعودي. وحسب ده الكلام قال واحد لما يكون عندك كابتن بهذا الشكل ما انت هذه قياده داخليه قويه جدا. يعني نور كان هو الرقم الصعب في الاتحاد ولا زال؟ أنا أقول نور هو من أنار الطريق لنادي الاتحاد وجميع الاتحاد أن يوصلوا إلى إن شاء الله للنهاية، وحيكون بإذن الله الكاس الأكيد من ضمنها أنك أنت يعني أعضاء شرف لنادي الاتحاد، التواجد، التواصل، أيضا الداعم بأيادي البيضاء على نادي الاتحاد. إنه أنت مستأجر طيارة خاصة عشان توديهم وطيارة نفسها حتجيبهم ترجع. يعني هذا كله تهيئة خليت اللاعب على مستوى لاعب يعني احترافي، على زي ما تسمع في اوروبا كل شيء سووا لهم. هنا اللاعب خلاص الاتحاد يمكن محظوظ بوجود مرتاح لا محظوظ نادي الاتحاد باعضاء شرفه. صحيح. خاصة الشيخ عبد المحسن الشيخ ومنصور البلوي يعني قاموا بشيء كبير للاتحاد. ربما يكشفوا التاريخ. عموما محمد نور النجم الذي تحدث عنه الدكتور مدني رحيمي، نشاهد هذا التقرير عنه. حلوة النماري ممكن يعمل لها بصمة جميلة، نقلة على الطرف الآخر، نقلة ممتازة، الرابع الخامس، الله إنه الأفضل آسيويا، إنه الأروع آسيويا. هاترك يا نور، هاترك يا نور. ذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي اليوم تحقيقا ومقالا بعنوان محمد نور يواصل الإبداع، وقال تحت هذا العنوان: حظي محمد نور نجم نادي الاتحاد السعودي بالعديد من الصفات على مر مسيرته في ملاعب كرة القدم، حيث تم وصفه باللامع والبارع والمتألق والمزاجي. ولكن مهما كانت الظروف فإن لاعب الوسط السعودي كان دوما بين صفوة صانعي الألعاب للجيل الحالي القارة الآسيوية. وعاد نور البالغ من العمر 31 عاما من جديد ليؤكد على تميزه من خلال تسجيله 3 أهداف ليقود الاتحاد إلى تحقيق فوز كبير على ناغويا جرامبوس الياباني 6-2 في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2009. كما ذكر الموقع تصريحا لمدرب ناغويا عقب مباراة الذهاب يوم الأربعاء الماضي فيه: أعتقد أن محمد نور كان نجم هذه المقابلة. وأضاف: قبل بداية المباراة طلبت من لاعبي فريقي مراقبة مناف بوشغير وهشام بوشروان، ولكن محمد نور فاجأني بصورة غير متوقعة من خلال المستوى الذي قدمه. وعلق الموقع على تصريح مدرب ناغويا قائلا: ويمكن القول بالفعل أن مدرب ناغويا فشل في التعامل مع محمد نور المعروف بأنه واحد من أخطر لاعبي خط الوسط في آسيا، حيث أنه حتى لو لم ينجح في التسجيل خلال المباريات فإنه يمتلك قدرة هائلة على تهيئة فرص التسجيل لزملائه. وامتدح الموقع محمد نور وما قدمه من مستوى في هذا الموسم قائلا: النجم السعودي عاد من جديد هذا العام ليؤكد تألقه على المستوى القاري، حيث أنه بات من خلال الأهداف 3 التي سجلها في مرمى ناغويا واحدا من أفضل الهدافين
في تاريخ البطولة بمجموع 10 أهداف سجلها خلال 34 مباراة. والله شوف، بالنسبة للكلام هذا أنا ما بتابع، يعني هو كلام كويس وكذا. موقع الفيفا أكيد إنه كلام كويس، أنا بسمع، بتجيني رسائل وبتجيني أخبار وبتجيني مباركات، يعني إن شاء الله يعني هذا الكلام اللي أنا قاعد أسمعه إن شاء الله بيكون يعني إيجابي لي، ما يكون سلبي لي. والحمد لله أنا ماني لاعب صغير ولا أني مبتدئ إني أتأثر بالكلام هذا وإني ما أقدم، بالعكس يعني بالعكس دحين كل حيوية ونشاط وإصرار يعني على تقديم كأس آسيا إن شاء الله أنا وزملاء اللاعبين، يعني هدية السعودية أول شيء ونادي الاتحاد ثاني شيء.